السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم وأفكار أم وسام. وصفتنا اليوم هي وصفة تقليدية تاع بكري، تاع زمان كما يقولوا. بصح هذه الخطرة قلنا شوية نحلبوها وقلنا شوية نطوروا فيها. هذا يقولوا لها حلوة الكرفاش او كما نقولوا حنايا صب الرشراش، كل واحد كل منطقه وش يقولها. بصح حنا هذه الخطره قلنا نحلبوه شويه، وانا سميته هذايا صب الرشراش دار وحده. حلبته شويه. هنا نبداو بلا غوسيت الاولى. عندنا 4 بيضات، كاس زيت، كاس سكر. كما نقولوا انا كان عندي هنا تشينه، درت بشور تاع تشينه، وكان اللي يدير بشور تاع القارص. الخل قلت لكم كالعاده انا ما نستغناش عليه مع البيض باه نقتل كاع داك كش هكذا. هكاكم عارفين البيض ما طول كما نقولوا فيه شويه هكذا حوايج يخاف منهم الواحد. كاس زيت، كاس سكر. الزيت كما راكم تشوفوا فيه الطريقه موضحه، يعني ما نديروش هكذا دفعه باه ما كما نقولوا حنا لاباط ما تطلقش الزيت نتاعها. فرينه زوج باكي تاع لا ليفور شيميك، ونطموا والعجينه بالفرينه. هنايا راه كاينه استوس، هنايا لازم تركزوا فيها شويه. هي العجينه نحو شويه. هذه شوفوا العجينه تعود هشيشه، ما تعودش يابسه بزاف. نحو شويه. الا عاد عندك الميزان ديري بالميزان، ولا عاد ما عندكش الميزان ديري عينك ميزانك. نحو شويه كما هكذا، نزيدوا فيها الفرينه كما نقولوا حنا، هذيك لاباط نزيدوا نبسوها. راكم فاهمين؟ ولاستوس اللي راح نقول لكم عليها، حنا بكري كنا نحطوها نيبسوها بزاف ونحطوها على جهه. نو، هذه الخطره قلنا نديروها في الكونجيلاتور حتى كيما نقولوا تيبس، باه كي تعودي تكرفشي في ذيك لاباط على لا كونفيتور وكذا ما يتخلطش. كيما نقولوا تجي الكونفيتور على جهه وهذاك المكرفش فوقه. راكم فاهميني؟ هذه لاستوس اللي راح نقول لكم عليها، وما تخافوش عليها انه تقولوا راه في الكونجيلاتور وما يطلعش. نو، الكونجيلاتور مجرد انه ما تعطيله لو شوك تاع الفور اوتوماتيك يطلع. شوفوا كيف درتها في السيلوفان. هذو كان لي يبستهم، ما يبستهمش بزاف بصح يبستهم، حطيتهم في سيلوفان وبيا كيما تحبي نتيا، ساشي ولا حاجه كيما هكذا، حطيهم في الكونجيلاتور. نتيا كي تعودي حاطهم في الكونجيلاتور، شوفوا هو الدوريجين تاعو قلت لكم ديروه في بلا. بصح انا قلت هذه الخطا شويه كيما نقولوا حنا نديرو شويه هكذا انديفيدوال. شوفوا اللي عندها ميزان قلت لكم تستعمل الميزان، بصح اللي ما عندهاش عينها ميزانها كيما نقولوا موالفه تستعمل هذه الطريقه تدير. شوفوا ديروا هذو لي بياس، انا جبتهم درت لهم شويه زيت بطبيعه الحال. واللي ما يلصقولهاش، انا صراحه ما يلصقوليش بصح خلعت ما نكذبش عليكم. ديري كيما هاك. شوفوا قاعدين كملتهم كامل جاتني قاعدين هذوما. هنايا ثاني هنايا فكره راني حنعطيها لكم. ديروا بالفرشيطه. هنايا انا قلت ذي الخطره ندير شويه معطرات. هنا دوك نحكي لكم على هذو راهم عادوا يديروهم في المشاريع تاع المقاهي، بصح انا راح نجرب حبه. بصح قلت عارفتها بلي تجيني كبيره، يعني تاع قهوه هكذا. راهم عادوا يبريزونتوهم في المقاهي، دايرينهم مشاريع ولا الناس تشكر فيهم، وكل واحده وتحب تدير عادي. حتى هذه راها الوصفه اقتصاديه. هنا الفكره نتاعي اللي راني انا حبيت نجدد فيها، انه بدلت لوغو تاع الكونفيتور، درت بنان ودرت فراز. وهذيك اللي راني درتها وحدها، درتها بذوق بيستاش، جات ثاني روعه. خاطر جايه نكثر منه باسكو ما نسخبوش البيستاش. بيستاش يطلق ذاك الذوق صراحه. شوفوا هنايا تاع البنان جاني اصفر، وتاع الفريز بيان سور يجي احمر هم باين. وهذيك كيما نقولوا حنايا هذاك البابور هذاك دوك تشوفوه درتو بالغو تاع البيستاش. شوفوا هنايا جاتني روعه، جاتني اخضر.
هنايا نحطهم على جهه، هاني روح جبت لاباط لقيتها يابسه. هنا صدقوني هذه العمليه تسهل عليكم كاع ذاك التعب اللي يجي في ذاك الحلوه الكرفاش اللي كنا بكرين نعانوا منها، كما نقولوا الكرفاشه وكذا. هذايا كما نقولوا حنا براتيك. ها شوفوا كيفاه يبسط بيان. جيبي كرفاشه تاعك. انا اعتمدت اني نديرها في رقيقه، ما حبيتش ندير في القليضه باسكو هي القليضه تجي في بلا، بصح هذو الصقر عجبوني انه نديرهم في الصقيره خير. شوفوا كيفاه درتهم وجاو روعه، طلعوا وخمروا نورمال. كاع ما تحيروش في هذيك تاع تقولي راها في الكونجيلاتور او بيان، ما كانش. انا راني زدت خدمت معكم حبات. شوفوا هنايا، شوفوا كيفاه راه، تشوفوه كيما هاك. شوفوا المعجون مش باين. باغ كونطخ كنا نديرو في البلا وهذيك العجينه تعبنا وكذا. انا حنحكيكم على هذا السكر كلاسي، عجبني روعه. سكر كلاسي تاع سو فيتال روعه، هذه بيبليسيتي من عندي. شوفوا درت هو سخون، درت له عليه سكر كلاسي. هذه سكر كلاسي اختياري كما تحبي ديريها. تحبي ديري هكذا شوكولا هكذا، بصح انا قلت لك حبيتها تقليديه. شوفوا هنايا حنقسم معاكم الحبات هاي الاخر، ودوكا نقسم معاكم تشوفوه كيفاه طري وهشيش، باسكو الزيت هو اللي هشو. ما حبيتش ندير ديك لا غوسيت تاع الزبده، قلت انا ذي الخطره نديرها بالزيت احسن. اقتصاديه روعه 100%. شوفوا كيفاه جا لونه روعه بالذوق البيستاش، خاطر جايه انا نديرو كاع بيستاش. نتمنى انكم تجربوه القهوه تاع العصر لوليداتكم قاعدين كما هكذا، فرحوهم بهذا هذا سب الرشراش. ليه يوجد ساهل. المهم انا نقولكم خلوا لي اعجاب واشتراك، وان شاء الله تزوروا قناتي، راها فيها حوايج زينه كيما نتوما. والسلام عليكم.